نادي الزمالك امام شباب بلوزداد في اول مبارياته في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. على لعيبه نادي الزمالك ان هي تنسى ان راسها مرتضى منصور، دي اول حاجه لازم تعملها. الحاجه الثانيه دي البطوله الاخيره ليك ان انت تقدر تثبت بيها نفسك كلاعيبه نادي الزمالك. مستواك في الدوري بيقول كده، خروجك من الكاس بيقول كده، ودي البطوله اللي جمهور نادي الزمالك بيطالب بيها بقاله 20 سنه. على نادي الزمالك ان هو يحذر من نقطه مهمه جدا في نادي وفاق سطيف، وفي نقطه ثانيه في صالح نادي الزمالك بقوه، او في صالح الانديه المصريه عموما اللي بتقابل فرق جزائريه او فرق تونسيه. خلينا ندخل في كلامنا ونشرحه كده بالتفصيل على السريع قبل المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. زي ما قلت كده في بدايه الفيديو، خلونا بس ناخد النقطة الثانية اللي أنا اتكلمت فيها، إن لعيبة نادي الزمالك دي البطولة الأخيرة ليها والبطولة الأهم ليها في الفترة اللي موجودة دلوقتي بعد مستواهم في الدوري وبعد خروجهم من الكاس، والبطولة اللي بيطالب بيها جمهور نادي الزمالك بقاله فترة كبيرة. فأيا كان مستواك في الدوري أو أيا كان مركزك في الدوري وبعد خروجك من الكاس، لو قدرت إن أنت تحقق البطولة دي ده هيكون شيء كبير بالنسبة لجمهور نادي الزمالك. فعلى لعيبة نادي الزمالك إن هي تركز في الموضوع دوت. الحاجة الثانية والحاجة الأهم اللي أنا بحاول أنصح بيها يعني لعيبة نادي الزمالك، انسى ان رئيس ناديك مرتضى منصور. لازم لعيبه الزمالك تعمل دي. ليه بقى؟ مرتضى منصور خلاص الراجل بقت مشاكله مش في مصر بس، بسم الله ما شاء الله بقت مشاكله دوليه. واكيد نادي وفاق الصيف طبعا عرف، نادي شباب بلوزداد طبعا عرف باللي حصل مع القندوسي والى غيره، والفضيحه اللي حصلت ان حتى رئيس نادي وفاق الصيف طلع يتكلم في الموضوع. طلع حتى نادي شباب بلوزداد يعني المفروض ان هو قريب من وكان داخل في الصفقه والى غيره، فاكيد عرف بالموضوع واكيد سمعوا بيه تمام. ومدفع ال 14 احمد فتوح اللاعب الدولي اكيد قضيته اتعرفت، وطبعا مع الفضايح هناك وكلامهم عن مرتضى منصور اكيد ذكروا اغلب ما سووا. فعلى جماهير على لعيبه نادي الزمالك هي تنسى ان رئيس ناديها مرتضى منصور عشان تخرج من تحت الضغط وكم المشاكل اللي هو مدخل نادي الزمالك فيها. الحاجه اللي في صالح نادي الزمالك، الدوري الجزائري والدوري التونسي ما بقوش الدوريات القويه، اغلب لعيبتهم بتخرج بره لان ما بقاش عندهم الفرق اللي بتصرف بشكل كبير زي مصر او زي المغرب. لا، ده الناس في الجزائر وتونس ما بقتش تصرف كتير على الكوره بسبب ان اغلب رجال الاعمال اللي كانوا بيدعموا الكوره هناك ما بقوش يدعموا الكوره بشكل كويس، والازمات الماديه اللي فيها البلدين. فالموضوع فكره ان انا شايف ان الدوري او فرق حتى اللي كنا بنشوفها في تونس والجزائر ما بقتش موجوده بقوه. فدي وكمان يعني شباب بلوزداد، شوف انت الماتشين بتوعه اللي هم الدور التمهيدي، قبل خسر الماتش الاولاني من فريق المال 2-1، وكان يعني على هفوه هيخرج من دوري ابطال افريقيا اصلا. فزي ما بقول دي نقطه في صالح نادي الزمالك. النقطه بقى اللي ممكن نادي الزمالك يحذر منها او عليه ان هو يحذر منها، نادي شباب بلوزداد بص كده على الصوره دي من الانديه اللي عندها تنوع تهديفي، ان اكتر من لاعب بيقدر يسجل وبيقدر يسجل بشكل كبير. فدي مشكله في اي فريق. بمعنى انا لو عندي راس حربه او انت مثلا كفريق بتواجهني عندك راس حربه مميز وبيقدر يسجل بشكل غزير، هراقب راس الحربه ده. لكن لما بيكون في اكتر من لاعب بيقدروا يسجلوا، هنا بتكون المشكله، انا هراقب مين ولا مين. فعليك ان انت تقفل خطوطك بشكل كويس وما تراقبش لعيبه بشكل فردي. وزي ما بقول على نادي الزمالك الحذر من النقطه دي، ان نادي وفاق سطيف عنده تنوع تهديفي، ودي نقطه كبيره في صالح نادي شباب بلوزداد. ده باختصار كلمتين كده قبل المباراه. ان شاء الله لينا فيديو بعد المباراه هنشرح فيه بالظبط وتفاصيل اللي حصلت. نتمنى الفوز لنادي الزمالك، ونتمنى ان هو يوصل لمرحله كبيره، ونتمنى الفوز للنادي الاهلي ويوصل برده لمرحله كبيره. وليه ما نشوفش نهائي قرن تاني؟ كله الصراحه الكره المصريه، والكره المصريه شايفها هي سيدة الكرة في افريقيا كلها من ناحيه المنتخبات ومن ناحيه الانديه سواء اهلي او زمالك. وبصراحه بقيت اشوف ان لا، وضعنا بقى صعب شويه، بالذات اللي حصل قدام النادي الاهلي في الموسم اللي فات، وفكره ان البطوله او المباراه النهائيه ما تتلعبش في مصر. فلا، انا احب ان الكره المصريه تستحوذ على كل شيء في الفتره الجايه في افريقيا عشان نرجع جزء كبير من هيبتنا يعني فقدناها شويه. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، لايك وشير كتير وكومنتات كتير، واشتركوا معانا على القناه. ونتمنى ان احنا المحتوى اللي انا بقدمه لحضراتكم ان شاء الله يعجبكم.